مساء الخير على أصدقائي وحبايبي. الأهلي بيفرط في نقطتين في سباق الفوز بالدوري العام بعد التعادل مع سيراميكا. مباراة كانت مثيرة جدا جدا جدا، خاصة في الدقايق الأخيرة، وخاصة كمان لما الحكم محمود عاشور حكم الفار بعد كرة طبعا الأوفر اللي عمله بالعمري جت في إيد هاني لاعب سيراميكا في إيديه الشمال، واستدعى محمود عاشور حكم الفار عشان يبص على الكورة، ورجع ما حسبش ضربة جزاء للنادي الأهلي بعد ما كان 1-1 في آخر اللقاء. أحرز هدف الأول في الشوط الأول، وبعد التغييرات اللي عملها تروب ورمى كل أوراقه الرابحة بقى بين رمضان وبن شرقي وشريف ولاعب حسين الشحات، قدر ياسر إبراهيم يحط هدف التعادل. لكن المباراة كانت صعبة جدا على كل الأهلاوية اللي بيتفرجوا على المباراة، خاصة في اللحظات الأخيرة. الأهلي رغم قبل ضربة الجزاء كان ممكن يدخل فيها هدفين عن طريق موكا اللي ضيع جولين لما نزل في هجمات مرتدة من محمد عبد الله، لما نزل كمان في سيراميكا جات لموكا كورتين كان ممكن يخلصوا على المباراة تماما. مصطفى شوبير اللي أشدنا بيه الفترة الأخيرة يسأل عن الهدف بنسبة 50%. كان لازم يطير بإيديه العكسية، ما يطيرش بإيديه الشمال أو بإيديه الاتنين. اتعامل مع الكرة برعونة، أدت طبعا لهدف فخر لقاي اللي جه هدف تقدم لسيراميكا وصعب الماتش على النادي الأهلي. الأهلي وصل بفرص، لكن الشوط الأول ما وصلش كتير بفرص محققة. الشوط الثاني لما عمل كثافة هجومية يستروب والتغييرات اللي عملها النادي الأهلي، قدر الأهلي يوصل لمرمى بسام. لكن الحقيقة لازم فيرود دييه للنادي الأهلي هو اللي يترجم كل الفرص دي لأهداف. ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش تقديرية للحكم، حكم الفار ندى الحكم الساحة، معرفش ما حسبهاش ليه. هل تتحسب هل ما تتحسبش؟ هل ايديه كبرت جسمه؟ هل الكرة ما فيهاش ضربة جزاء؟ الحقيقة انا معرفش، يعني انا مش خبير تحكيمي، لكن يعني الاهلي بيفرط في نقطتين غاليين قوي 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 في مسابقة الدوري. بيراميدز كان هيلعب مع المصري يوم السبت. الزمالك كده هيبقى 46 بونت، بيراميدز 43 ولسه هيلعب مع المصري. الاهلي بقى 41. هل التعادل ده بيبعد خلاص بقى الاهلي عن المنافسه؟ مش عارف والله، بس لكن الزمالك هينتهز الفرصه. بيراميدز لو فاز هيبقى بعد عن الاهلي، الامور بتتصعب على النادي الاهلي. المباراه كان فيها كلام كتير، لكن قبل ما الكوره تيجي بالعمري، قبل الكروس ما تيجي كره الهاندبول دي اللي ما اتحسبتش ضربه جزاء، رجب نبيل كان داخل على تريزيجيه قبل ما يلعبها بالعمري. لو تريزيجيه كان وقع هو شده من الفلان، لو تريزيجيه كان وقع كان واخد ضربه جزاء. لكن هو كان مستعجل طبعا، عايز يلعب الكوره عشان هجمه وكده. لكن ياستروب رمى باوراقه الرابحه كلها. لكن الاهلي برضو محتاج مهاجم يترجم زي ما قلت لكم الفرص دي لاهداف. الدوري اتصعب جدا على النادي الاهلي. الزمالك بينتهز الفرص وبيفوز، قريب من الدوري وحسم الدوري الزمالك على الورق لحد دلوقتي. بيراميدز ممكن ينافس بقى الزمالك الفترة الجاية، هنشوف ايه اللي هيحصل. ده كان يعني ملخص او مجمل كلامي عن هذا اللقاء. الدوري بقى على صفيح ساخن. اشوفكم في لايف جديد. سلام.